ربنا لما ذكر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وهكذا. نعم. ذكر الأب والأم وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ذكر الأب؟ لا. بينما في عبس في الحلقة يوم يفر المرء من أخيه، هذا فرار من فرار من أمه وأبيه ذكر الأم والأب. نعم صحيح. لكن لاحظ بالفداء يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. يفتدي من العذاب بأي شيء يفتدي؟ هو يفتدي نفسه من عذاب، فيبد أن يقدم شيئا مكانه. بمن يفتدي؟ ذكر يود بمن يفتدي نفسه؟ أيوة ببنيه. يود المجرم يقدم بنيه بدلا منه. طيب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وأخوه وفصيلته التي تؤويه، العشيرة مثلا. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ذكر أمه وأبيه؟ لا. لماذا؟ ما يستطيع يقدمهما ليفتدي بهما نفسه. لماذا؟ لأن ذلك سيغضب ربه. يا الله. يقول لا، يعني أنا أمرتك بالإحسان إليهما، أنت تفتدي، يعني هذا لعظيم منزلة الأبوين عند الله. المجرم لا يجرؤ. صحيح، سبحان الله العظيم. لا يجرؤ أن يقدم أبويه فداء. يقول لا، أقول له هذا الإحسان، هذا ما أمرتك به. وكأن هذا الإحسان دنيا وأخرى.